مرحبا، معكم أفنان. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا تمام التمام. فيديو اليوم إن شاء الله راح نسوي مع بعض سمك السلمون. سمك السلمون بتعرفوا له كتير فوايد، وكمان يعني من ألذ الأسماك اللي ممكن نعملها. بس اليوم راح أعملها بطريقة المطاعم. طبعا ما بقدر اقول لكم انه هاي الوصفة صحية 100%، ولكن تعتبر من ألذ انواع الوصفات اللي ممكن تعملوها بالبيت. طبعا كل اللي رح نحتاجه هو سمك سلمون. عندي هنا قطعتين. رح نحتاج لملح وفلفل اسود وشوية زبدة وكمان زيت زيتون. فخلونا يلا ننتقل لنشوف كيف طريقة تحضير سمك السلمون. طب اول حاجه رح نعملها ان احنا رح ننشف السمك السلمون كتير منيح بورق مطبخ او بمناديل. المهم نتاكد انها ناشفه كتير منيح. طبعا ايش السبب؟ عشان لما نقليها ما تطرطش علينا طبعا، وكمان تخفف من الزنخه، ما يكون في زنخه لما نقلي السمكه. بعدين رح نتبلها بملح وفلفل اسود بس. طبعا في ناس بحبوا يتبلوا ويحطوا توابل كتيره، انا ما بحب التوابل الكتيره على السمك، بس ملح وفلفل اسود جدا كافيه وبتكون يعني طعمتها كتير منيحه. بس هيك رح نتبلها. بعد هيك في مقلاية على النار رح نسخن المقلاية ونحط شوية زبدة وشوية من زيت الزيتون. طبعا ما تحطوا كتير من الزبدة وزيت الزيتون. ليش؟ لانه سمك السلمون في دهون، زي ما حكينا في دهون طبيعية. هاي الدهون لما نبدأ نقليها رح تبدأ تذوب هذه الدهون وتطلع معنا. طبعا لما تسخن معايا الزبدة هنزل قطعة السلمون، ما راح انزلها على الجلد، بس هنزلها على وجهها وراح اتركها على النار لمدة تقريبا 5 دقايق لكل وجه. طبعا بهذا الوقت اللي بتتحمر فيه عنا سمكة السلمون حطيت البطاطا تنسلق علشان نعمل الماش بوتيتو. طبعا انا بحب مع سمك السلمون يكون في ماش بوتيتو، يكون في كمان خضار سوتيه او خضار مسلوقة. بالنسبة لي الماش بوتيتو عندي هنا 3 حبات من البطاطا، قشرتهم بعدين سلقتهم. ضفت لهم هنا معلقة صغيرة من الزبدة، وعشان نخليها كريمية اكتر راح احط لها معلقة كبيرة من جبن الفيلادلفيا وكمان شوية من كريمة الطبخ. طبعا هاي الطريقة ونحط الجبنة الكريمية وكريمة الطبخ بتخليها كريمية اكتر، طعمها بيكون غني اكتر طبعا، وبتبرز النكهة مع اللي هي السلمون. تمام. راح نحط لها شوية ملح وفلفل اسود. طبعا الطريقة هاي كتير كتير لذيذة للماش بوتيتو، اعتمدوها عن جد راح تنبسطوا من الطعم، كتير كتير زاكي. المهم راح نهرس البطاطا بشكل منيح. طبعا لو الكمية معكم كبيرة كتير وما بتقدروا انكم او مستعجلين ممكن تحطوه بالبلندر، بكون اسرع، يعني بياخد معكم يعني ثواني بكون جاهزة. بس انا يعني هعمل بالطريقة التقليدية، يعني هرسها بهرسة البطاطا عشان تشوفوا كيف هرستها وطلعت معي ناعمة. طبعا لو مستعجلين زي ما قلت لكم على البلندر يعني بتاخدش معكم ثواني. نيجي لهذه الخطوة وهي خطوة مش أساسية في الوصفة، بس يعني بتعطي طعم مميز للطبق تبعكم. راح نحط هو معلقة من اللي هو البطاطا المهروسة، شوية من الجبنة، شوية من الكريمة، ومعلقة من البيستو، وبس راح نضربها بالبلندر وبس تصير هيك شوية سائلة بتكون خلاص هي جاهزة. طبعا ممكن تحطوها فوق السمكة او ممكن فوق البطاطا المهروسة. واخيرا وصلنا لاكتر فقرة بحبها وهي فقرة التقديم. طبعا هنا عنا الماش بوتيتو. اول شيء ممكن تعملوها يعني تحطوها بصحن وتقلبوها، يعني يكون صحن هيك شوية غويط وتقلبوها بتبقى هيك بتعطي شكل حلو، او ممكن توزعوا الماش بوتيتو في الصحن وبعدين توزعوا عليها الخلطة اللي عملناها اللي هو البيستو. طبعا هالحركة بتعطي طعم مميز زي ما قلت لكم اللي هي الوصفة هاي. طبعا جربتها انا بواحدة من المطاعم فجدا جدا حبيتها، وحبيت اني اوريكم كيف طريقتها كتير سهلة ولذيذة. هنا طبعا نفس الشي عملت الطبق الثاني، حطيت سمكة السلمون. طبعا ممكن تسيبوها زي ما هي هيك، يعني حطيته اللي هي خلطة البيستو تحت وخلاص يعني، او ممكن انه من خلطة البيستو تحطوها فوق السمكة، برضو بصير شكلها كتير مميز وكمان طعمها كتير لذيذ.
اخر شي حطيت اللي هو البروكلي، وهيك صار طبقنا جاهز. طبعا هنا ضفت شوية من كريمة البيستو على وجه السمكة اساس يكون يعني زي حركات هيك زي المطاعم، وبس هيك صارت طبقنا جاهز. طبعا دوريكم بس من السمكة من جوا كيف قبل ما انهي الفيديو. السمكة جدا مستوية وطرية، وزي ما شايفين بتفصل من بعضها بكل سهولة، ما بحتاج حتى سكينة يعني بالشوكة بس السمكة عم تفصل لحالها يعني. وبس هيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. شكرا للمشاهدة، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.